العدالة. العدل مش بس أساس الملك، لا، العدل طلع أساس السعادة والحب والترابط وقوة الدول. العدل مش بس أساس للمالك يفضل مالك والرئيس يفضل رئيس، لا 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 لا، ده العدل بيخلي الناس تحب البلد اللي عايشة فيها، تحب المسابقة اللي شغالة فيها، تحب التنافس اللي حاصل، لأن في مسؤولين بيطبقوا العدل. بص هديلك مثال. بالرغم من الدول الأوروبية مثلا الحياة فيها على فكرة مش سهلة وصعبة بكتير عمليا على أرض الواقع. الموضوع مش سهل، خصوصا لو معاك أسرة وأطفال وتبقى أنت شغال، ممكن ما تشوفش مراتك ولا مراتك تشوفك، تسلموا بعض الأشغال، أنت تروح هي تطلع، لأن واحد وحده مش هيقدر يكفي. وإلا لو واحد وحده هيضطر يشتغل، يعني عايز أقول لكم حوالي 20 ساعة يوميا، يعني بلاش أكون مبالغ بقول 18 ساعة، حرفيا 18 ساعة مش أقل من كده عشان يقدر يكفي أسرة. فأنت الحياة في البلاد دي مش سهلة. طب إيه اللي مخلي الناس من الدول كلها ترغب الحياة في البلاد دي بالرغم إن هي مش سهلة؟ وممكن كمان يعني كأسرة لو أنت عايز تعيش حياة عادية من غير مثلا ما تبالغ في المصاريف، مش هتشتغل كتير، ماشي، بس ما زلت تفضل ومش هتوفر خالص. لو انت هتشتغل حياة عادية يعني تبقى تكفي نفسك وتعيش حياة محترمة شوية أسريا وترفيهيا، فانسى انك انت توفر اي فلوس. طيب ايه اللي يخلي واحد مش هيوفر معاه أسرة وعايز يعيش حياة عادية يفضل دول أجنبية ويكون متغرب فيها عن بلاده اللي نشأ فيها وجيرانه والحميمة والأهل والأصحاب والأصدقاء، ويبقى عنده نظام هومسيك لما يسافر؟ هومسيك يعني عنده اشتياق إنه يرجع بلده وعايز يعيش تاني وسط أهله وناسه. إيه اللي يجبر ناس تعمل كده؟ اللي يجبر كل الناس دي تعمل كده لأن لما بتروح البلاد دي أول شيء بتحسه العدالة. تقوليش البلاد دي ما فيهاش عدل، البلاد دي ظالمة، البلاد دي كفرة، البلاد، لا، أنا مش بحكي سياسة دول خارجية مع بعض عشان بس نفصل المواضيع، عشان في عقول تعبانة هتفصل مباشرة، لا، أنا بحكي سياسة الدولة دي مع شعبها، النظام هنا مع الشعب هنا داخل الدولة في عدالة. انت بتحس العدالة. انا ماليش دعوه بقى سياسته الخارجيه يعمل اللي عايز يعمله، كل دوله حره تعمل اللي عايزه تعمله عشان ترعى مصالح شعبها ايا كان. كل الدول العالم كده. انا مش بتكلم بره، انا بتكلم سياسه الدول دي داخليا مع شعبها. لما الدول دي مع شعبها تقر العداله بين الكل وتطبق القوانين على الكل، ولما تكون في مسابقه اللوائح تطبق على الجميع، مفيش انتقاء، خيار وفجوز، فطبيعي الناس نفوسها هتبقى هادية. الناس هتحب تعيش هنا حتى لو الدخل قليل، حتى لو مصاريفه كتير، حتى لو مش قادر يكفي نفسه، حتى لو كل حياته سلف وسلف. يعني مثلا بيجيب العربية على البنك، بيجيب البيت على البنك، بيجيب كل شيء بالسلف وبالفوائد اللي بتطلع، يعني بيدفع الحاجة قدها 3-4 مرات لما بيخلص ثمنها. حتى التليفون ده اللي انا ماسكه في ايدي مفيش واحد هنا بيشتريه كاش، كله بيجيبه بالكريدت. يعني مثلا يدفع سنة سنتين لغاية لما يخلص ثمن التليفون، او يعمل عقد مع الشركة مثلا احيانا تديك عروض تقول لك انا هدي لك التليفون ببلاش بس تكمل معايا 2-3 سنين، ما ينفعش تغير، ولو غيرت تدفع باقي المتبقي من ثمن التليفون. طيب مثلا يعني فالحياة في البلاد دي مش سهلة، الحياة فعلا يعني صعبة جدا يعني، لكن أحلى شيء فيها والشيء اللي بيشيل من على نفسك الضغوط والجرف والزهق هو إنك أنت في عدالة زيك زي أي حد. محدش بيظلمك، محدش بيقهرك، محدش بيجرفك، محدش بيضايقك،
في اي مجال بقت، في المجال الشخصي الحريه الشخصيه مكفوله ليك، محدش يتعدى على حريتك الشخصيه، لا في لبسك ولا في اكلك ولا في شربك ولا في عقيدتك ولا في مظهرك ولا في اي شيء كان. تركنها على جنب. العداله في الشغل، ما تلاقيش واحد يتنطط عليك، اكيد هتلاقي حته عنصريه احيانا تحسها، مفيش مشكله، مع دي طبيعه البشر يعني. انت جاي في بلد هنا ممكن تشتغل ترتقي فتعلى، فواحد يغير منك يتضايق منك، يكون مثلا ابن البلد طالع هنا شايفك انت جاي يعني ما كنتش تعرف تتكلم، وخلال 2 3 بقيت حالك يعني كويس، بتشتري، ما بتكبر، بتعمل مشاريع، بتاخد وظيفه عاليه، فطبيعي هتلاقي حته عنصريه يعني. بس لو اظهرها او لو ظهرت على ارض الواقع في اجراء معين بيروح ورا الشمس. يعني لو ضر بمصلحتك ظلما واشتكيت ومعاك دليل بسيط، خلصت يعني هتاخد حقك تالت ومتلت. بتمشي في الشارع بتسوق، عملت حادثه، خبطت واحد بعربيه واحد تاني مثلا امريكي، جه البوليس مش هيقول اصل ده امريكي وده اجنبي فانا هحاول ان انا لا، هيتكلم معاك ويعرف اللي حصل وبناء عليه، وهيتكلم معاه ويعرف اللي حصل وبناء عليه البوليس هيقرر من وضع العربيات مين المخطئ ومين اللي يشيل الليله، ومين اللي التامين بتاعه يدفع للتاني يصلحه. ففي حقوق محفوظه، في عداله، مسابقات رياضيه تلاقي في عداله، مشاريع، مفيش بيزنس او مشروع يروح يدمر بيزنس تاني عشان البيزنس التاني ده مثلا يعني هيكبر، او يروح يعمل له حركات كده زي اللي بيعملها الاهلي مثلا في الرياضه، يدمر له لا، في عداله، في تنافس، حريه تنافس للكل. تنافس، خليك شاطر في الكليه، في الجامعه، في الهاي سكول، في المدرسه، تبقى شاطر بياخدوك ويحطوك في منطقه تانيه، في مدرسه تانيه، متفوقين اللي مش عارف ايه، لا هيبص لك بقى انت جاي منين ولا انت مولود فين ولا الكلام ده كله. بياخد اطفال مصريه، سودانيه، سوريه، عراقيه، مولوده بره وجايه هنا وتفوقت، تطلع في اماكن متميزه، ما بصش بقى لخلفيته ايه ونظامه ايه وده مش هنا وده مش امريكي، لا مفيش. هو في الاخر بيقوي الدوله بالكلام دوت، بيخلي الشعب اللي عايش هنا بيحب البلد دي، بيحب يعيش في البلد دي، ولو مسكوه عشان يرحلوه ممكن يغمى عليه، ممكن يجيله سكتة قلبية ويموت فيها. ليه الناس بترمي نفسها في البحار وتروح للدول دي؟ بعيدا بقى عن قصة السياسة، انا مش بحكي سياسة برضه عشان الناس ما تقولش ده بلاد الكفر وبيضربوا وبيعمل، لا انا بحكي لك على الشعوب. ليه الشعوب عايزة تروح تعيش داخل البلاد دي؟ لان البلاد دي فيها عدالة. العدالة تحسها مجرد ما بتنزل هنا، في التعامل في المطار، في اي مكان، مجرد ما بتنزل بتحس كده ان انت انسان ليك قيمتك كانسان، يتعامل معاك باحترام، اسمك، جاي منين، جاي تعمل ايه، رايح فين. لا هو بقى هيقعد يغلس عليك ولا ياخدك ويلف ويدور ولا يقعد يعاملك معامله حقيره في التفتيش ولا في الكلام، لا كل حاجه بنظام وباحترام بالقانون، بيمشي معاك باحترام الانساني بالقانون، وفي عداله في كل شيء. تروح تقدم على شغل، والله مؤهلاتك تنفع للشغلانه دي هيجيبها لك، ما تنفعش هيقول لك بص يعني هنبقى نرد عليك. لا هيقعد يتمسخر عليك ولا يجرف فيك ولا يستهزئ بيك ولا يتنمر عليك ولا اي شيء من ده كله، ولا يقول لك اصل انت خلفيتك كذا وانت شكلك كذا وانت من عيله كذا وانت ما فيش الكلام ده كله. لذلك العداله مش اساس الملك، ده اساس حب البلد اللي انت عايش فيها. فلما الناس تلاقي فيه عداله بتحب البلد، لما الناس تلاقي فيه ظلم بتوصل انها تكره البلد اللي عايشه فيها، تكرهها. والظلم ده موجود في البلاد بتاعتنا للاسف، ومصر رقم 1 في الظلم. الظلم كله مع بعضه، من مسؤولين للشعب بينه وبين بعضه، محدش فيه عداله، محدش بقى يعني كلمه عداله دي يسخر منك لما تطالب بيها. لما تلاقيك كده مظلوم وبتطالب بالعداله يقول لك ده كائن ضعيف، ده لسه بيطالب بالعداله، ده ضعيف، دوس عليه. هو في وقت، هو في مجال، هو في حاجه اسمها بتطالب بحقك. حقك ايه؟ هنا في بلطجه، في ضرب، في قتل، في مؤامرات، في سحل، في زيتون، في فلوس غسيل اموال، في بلطجه، في عصابات، في واحد بس لازم يكسب كل شيء، مفيش تنافس. انسى التنافس، انسى العداله، انسى النزاهه، انسى الشرف، انسى الاخلاق. كل اللي شغالين في المجال هكذا، كل المجالات للاسف، وكل المجالات، مش بس مجال الرياضه، انا مش بتكلم كده بس مجال الرياضه،